السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير جميعا. من الأسئلة المهمة التي ينبغي أن تطرح وأن نعرف جوابها هو: ما حدود عورة المرأة أمام محارمها؟ هذا السؤال لابد أن ينتشر خصوصا في هذا الزمان. يعني أنا امرأة، ما حدود اللباس الشرعي أمام أخواني، أمام أبوي، أمام أعمامي، أخوالي؟ هذا مهم جدا، لأنه بعض النساء مثلا تتحشم وتكون بعيدة عن الفتنة عند الرجال الأجانب، لكنها في بيتها أمام أخوانها، أمام أبيها، أمام أعمامها أو أخوالها تلبس اللباس الفاتن أو ربما الضيق أو ربما القصير أو ربما الشفاف، وهذا لبس محرم لا ينتبه له كثير من البنات، أو يعرفن حكمه لكن متساهلات للأسف. فهذه رسالتي لجميع الأخوات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهن وأن يجملهن بالستر والحياء والحشمة، إنه على ذلك قدير. يا أختي في الله، ما يجوز لك أن تلبسين البنطلون الضيق أمام أخوانك، أمام عيالك، أمام أبوك، أعمامك، أخوالك. ما يجوز نهائيا اللباس الضيق مثل البنطلونات، مثل الملابس الضيقة، هذه ما يجوز. وكذلك الألبسة القصيرة، بعض البنات تلبس لبس إلى الركبة، تلبس لبس نصف صدرها طالع إلى هنا، عضديها كلها طالعة خارجة أمام الرجال المحارم. هذا من المحرمات، وعليها أن تستر نفسها باللباس الشرعي المحتشم، وأن لا تتساهل، فهي مسؤولة أمام الله سبحانه وتعالى. لا تقول هذول أخواني، هذا أبوي، هذا ولدي، هذا مثلا عمي، خالي. يعني المسؤول الأول في هذه القضية هو أنت أختي المبارك، أنت مسؤولة أمام الله سبحانه وتعالى، فعليك أن تنتبهي لهذا الأمر وأن تنشري هذه المسألة بين أخواتك، زميلاتك، بنات عمك، بنات خالك. المسؤول الثاني في هذه القضية هو أم البنت. يعني ما يجوز لك أنت كأم أن تسمحي لبناتك أن يلبسن مثل هذه اللباس، حتى لو كان في البيت، في الصالة، في حوش البيت، أمام أخوانها. ما يجوز، محرم أن تلبس اللباس الضيق أو اللباس الذي يبدي أكثر الجسد، محرم. فأنت مسؤولة، عليك أن تربي بناتك التربية الشرعية، وكذلك أنت مسؤول أيها الوالد، الأخوان، عليكم مسؤولية، تنبهون بنتكم، تنبهون أختكم أنه هذا اللبس ما يلبس حتى في البيت، وحرام على المرأة أن تبدي مفاتنها حتى لمحارمها. طيب، يأتي السؤال: ما هو الذي يجوز للمرأة أن تكشفه أمام محارمها قدام أخوانها؟ مثلا يجوز أن تظهر شعرها، وجهها، رقبتها، ساعديها. يعني هذه يقولون جرت العادة على النساء، جرت العادة في كشفه. يعني المرأة تشتغل ورافعة ساعدها إلى هنا قدام الأخوان وتشتغل في المطبخ، ما في إشكال. كذلك قدميها، رجلها، ساقها، ما في مشكل. لكن أكثر من كذا ما يجوز. فعلى المرأة أن لا تبالغ وأن تنتبه، وعلى أمها أن تربيها التربية الشرعية وأن تحثها على اللباس الساتر، وعلى الوالد والإخوان أن ينتبهوا لهذه القضية المهمة.